الظروف السياسية والتي كانت في ذلك الوقت تعطينا الحق في أن نتطرق إلى هذا الموضوع ونخلق شخصية كشخصية يعني اسمه فتاح أبركان، الذي هو ابن حفيد عزوز أبركان. وعزوز أبركان هو من المناضلين الذين جاهدوا مع طبعا مع الأمير عبد الكريم الخطابي اللي جثته هنا لقبره في مصر رحمه الله، وهو معروف عبد الكريم الخطابي مجاهد كبير إلى آخره. إنه هو حفيد عزوز أبركان الذي حارب الإسبان والفرنسيس. وهذا الطفل يعني أبوه كان ثوريا، جده كان ثوريا، وأبوه مات وهو يحارب الاستعمار، فما يمكن أن لا يكون هو كذلك ثوريا. فعندما نراه يقول لمدرسه سأريد أن أكون مخرجا، والآخر يقول له اقرأ بيرتول بريشت، فنحن نرى كيف سيكون تكوينه ثوري، سيكون تكوينه يساري إلى آخره. ولهذا عندما يقوم بإخراج مسرحية يوليوس قيصر لتتكلم عن سقوط الدكتاتوري الى اخره، فكل هذه اشياء انت شاهدت الفيلم، شفتيه شكرا لك. اذا كتلقى 80 سنه من تاريخ المغرب، يعني نبداو من 1900 وننتهي تقريبا 1990 الى اخره، وحاولنا ما امكن ان نعطي يعني في النهايه تفاؤلا عوض التشاؤم، هو ان نقول للشباب امكثوا في بلدكم ودافعوا عن بلدكم وحاربوا الذين يريدون أن ينهكوا ويسرقوا ثروات بلدكم. إيه الرسالة اللي حضرتك كنت عايز توصلها من خلال الفيلم؟ يعني في الواقع هي جرأة بالنسبة للمغرب، لأنه بالنسبة جرأة بالنسبة للسينما المغربية كموضوع. لا أحد بعد تقريبا يعني قرن وشيء تجرأ أن يعيد الاعتبار ويمجد بطل كعبد الكريم الخطابي. يعني أنا قمت بهذا كإنسان قرأ واكتشف هذا الرجل العظيم، وقلت لا يمكن، ولو كانت عندنا الإمكانيات لقمنا بشريط حوله روائيا، وهذا ما كنا نتمنى فعله في هذا الشريط. كنا سنجسده كممثل، طبعا بممثل ويقوم بمعركة أنوار، ويكون وعندما يكون صحفيا وهو في سن العشرين آخر، ولكن لم نتوفر على إمكانيات، فاضطريت أن أقوم بهذه الكتابة إذا صح الأمر، وهي كتابة اللي أعتقد لو لاحظ المتفرج أن ربما أعطي قيمة كذلك للصوت، أي المتفرج يسمع ويرى. حضرتك قدرت تتغلب على عدم وجود الإمكانيات بشكل كبير؟ حاولت ما أمكن طبعا. لم أستطيع مثلا عند صوفيا زوجتي تحكي معارك، وأنا أقول في دور فتاح أبركان كيف الموت يجعلني أفكر إخراج إلى آخره. مش صعب الشريط، لا صعب شوية، صعب مش صعب. طيب متوقع حصول الفيلم على جوائز؟ والله العظيم لو يعني ما هي لجنة التحكيم. عندما تكون لجنة التحكيم نازحة فلا يمكنها إلا أن تشجع ما هو يمثل الأمل في الإبداع. أما إذا كانت هناك عمليات وحسابات، ولكن كما قال من الناحية الفنية، شايف أن أنت متوقع أو حاسس أن الفيلم ممكن يحصل على جوائز؟ يعني نتمنى طبعا، كل واحد يتمنى حتى نفتخر، حتى نقول إن عملنا يستحق إلى آخره. ولكن أقول يعني لأن أنا ذهبت مهرجانات كثيرة وصدمت، لأن أقوم بأفلام أعتقد كبيرة يعني بكل تواضع، ولا يهم. المهم هو أن نستطيع أن نجعل هذا الشريط يشاهده الجمهور. وأنا مع الأسف الشديد أفلامي ليست موزعة في المغرب، وهذا الشريط لحد الآن ليس موزع في المغرب. هذا العرض الرابع لشريطي بعد العروض الثلاثة اللي وقعت في المغرب. إذن طبعا إذا أعطيت جائزة لزوجتي سأكون فخور، لأن أعتقد أن ممثلة قامت بدور
متنوع. بإذن الله الفيلم يحصل على جوائز. طيب النهاردة اليوم السادس في مهرجان القاهرة السينمائي ويسمى بيوم الثورة، فتحب تقول إيه لكل الثورات العربية من خلال قناة المهرجان؟ يعني في الواقع يجب أن نتوجه إلى الإنسان العربي وأقول له املأ قلبك بمحبة الله، اكره وحارب من يتجر باسم الله، فكر أن البلد بلدك وأن الحاكم ما هو إلا وسيلة، إما أن يكون ناصفا أو يصبح ديكتاتوريا. إذن ما يمكن أن أقوله لهؤلاء الناس أقوله لنفسي، يعني استمر في محاربة الفساد في بلدك، والفساد عنده أنواع كثيرة إلى آخره.